حبة منع الحمل. عندي لك بنت غير عن البنات كلهم. ابغى اشوفها. حقك. ما ترونه على هذه الشاشة هو جزء من برومو لمسلسل سعودي اسمه ضحايا حلال، يعرض حاليا على منصة شاهد MBC، يتناول الزواج مشاكله، كذلك يطرح زواج المسيار عن طريق الخطابة أم نورة. هي تستغل ظروفا قاسية لبعض الفتيات من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة ترتب لهن زواج مسيار. يشارك في المسلسل فنانات عربيات أيضا من سوريا والمغرب. تتزوج الممثلة نسرين الراضي من صبي بعمر 15 عاما، ما يزال طالب مدرسة، هي تكبره في السن. في إحدى الحلقات يدور حوار حميمي بين الزوجين في غرفة النوم. شاهدوا هذا المقطع. تبريها تجربة مرة، اللي بتشوفه في الانترنت أحسن ولا الطبيعة أحلى؟ الطبيعة حبيبي. ذلك المشهد وغيره من المشاهد اعتبرها البعض مسيئة للمجتمع السعودي، فثار غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي. نأتي إلى هذه التغريدة من نادية محفوظ تقول: المشهد يقطع القلب. زواج القصر سواء بنات أو بنين لا يناسب عصرنا الحالي. هذا المراهق الصغير ستتغير مخيلته تماما عندما يقترن بمن تكبره وهو في هذا السن. اتركوه يصل لسن الرشد وليختر من يشاء. أوبنين يقول: احنا مهتمين بقضية البيدوفيليا واستغلال الأطفال، قضية كبيرة جدا لازم الواحد يوقف ضدها مو يروج لها. محمد يقول: كافية للزواج، 15 سنة كافية للزواج، بالغ وعاقل، ايش دعوة عادي يروج للبيدوفيليا؟ مقطع عادي جدا لا أرى فيه شيئا. تقول البيدوفيليا من عصر أجدادنا، ما في شيء غريب في الموضوع. الشيء المقزز هي الإيحاءات والأفكار التي يوصلونها للمراهقين، وفي الأخير المحتوى الخليجي في انحدار، وكل مسلسل أسوأ من غيره. بلاك كات تقول في تغريدتها: أعتقد مقصود هذا المشهد حتى يرغم المتابعين على مشاهدة المسلسل وإثارة الجدل حوله وإيصاله للترند بشكل شبه يومي. يحقق المسلسل مساعدات وأرباح عالية، وهذا هو هدفهم، المشاهدات والربح المادي. حتى الآن لم يكن هناك أي رد رسمي من الجهات المسؤولة عن المسلسل أو من القناة حول تلك الانتقادات. لكن زواج المسيار في الإسلام هو فقط في التعريف أن يعقد رجل زواجه على امرأة عقدا شرعيا مستوفيا لكل الأركان والشروط، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض من حقوقها كالسكن، النفقة، المبيت. هو عقد صحيح إذا استوفى شروط الزواج الصحيحة ومن الإيجاب والقبول ورضا الولي والشهود أو الإعلان.